السلام عليكم. نرحب بكم في قناتي ما باسيون كولينير متعتي في الطبخ. كما وعدتكم نكمل الجزء الثاني لأسرار عجينة المسمن أو المحاجب، واللي فاتها الجزء الأول في تحضير هذه العجينة راني حطيت الرابط تاعها في صندوق الوصف. كما راكم تشاهدوا راني قرصت العجينة تاعي وخليتها ارتاحت مليح مليح باش تولي مرخية ومطلوقة، وهذا هو السر اللي نضل نأكد عليه في نجاح هذه الوصفة. ندهن البلون دو طرافاي تاعي بالزيت ونبدا نحل القرصة تاع العجينة. كي نبداو نبسطوا العجينة، القرصة تاع العجينة تاعنا لازم نسعفوها غير بشوية بشوية ونكبروها غير بالتدريج. وكي تحلوها قيس 20 سنتيمتر حاولوا تضغطوا على الحواف او الحواشي باش يجوا رقاق. كما راكم تشوفوا راني نرمي يدي من التحت ونرققها في الوسط، ومن بعد بالتدريج انا ندور ونجبد فيها حتى نلحق للحواف. شوفوا الورقة كيفاش راهي تطيعني في كل الحركات، لانه سميت جباب ومعجونة ومرتاحة مليح كما سبق وشرحت في الفيديو اللي من قبل. ندهنها بشوية على الزيت ونطويها بهذا الشكل. ندهنها ونطيبها على نار هادئة، ونزيد لها قطيرة تاع الزيت من الفوق باش ما تجيش ناشفة. وللمبتدئات نقترح عليكم هذا لاستوس تاع لو بابي كويسون، سبق لي حطيتها في لي جروب تاع فيسبوك وفي اليوتيوب، لكن مع ذلك نعاودها للي ما يعرفوهاش. نقطع مربع تاع بابي كويسون ورق الطهي 20 سنتيمتر على 20 وندهنه في كلا الجهتين باش يلصق في طاولة العمل، ونحط فوقها القرصة تاع العجينة ونحلوها عادي كما سبق وشرحت من قبل، ونطوي الورقة تاعي على حساب أطراف تاع المربع. وهكذا يعتبر ورق الطهي كقاعدة متينة باش نهزو بها المسمن بكل سهولة. وتاني بمساعدة ورق الطهي المسمن تاعنا تقعد كبيرة ما تتكمش، ونطيبوها على نار هادئة. نقدروا نطيبوا المسمن على الطاجين او المقلة او لا كريبيير.
وباش نتحصلوا على مزيد من التوريق نضاعفوا المسمن، أي نحطوا وحدة طيبة في وسط الورقة ونغلقوا عليها. كيما راكم تشوفوا هنايا راني ندهن بخليط من الزيت والزبدة باش يجينا لون ذهبي شباب. ودايما طيبوها على نار هادئة. حتى نتحصلوا على اللون الذهبي الشباب. كي نخلصوا المسمن نفرشوه سواء فوق البلون دو طرافاي ولا في الجفنه ولا في الميده باش نخليوه يبرد، سينو ولا خبينا هكاك سخون راهو يتندى. ودركا نحلكم حبه ونشوفوها من الداخل كيفاش دايره. حنايا في منطقه تاعنا كي نخلصوا المسمن ندهنوه بزيت الزيتون، نقدروا نزيدوا عليه العسل او المربى ونقدروا ناكلوه هكذاك طبيعي. شوفوا هذاك اللون الذهبي وهذاك التوريق، صدقوني هايل. اما لا، اذا عجبتكم الفيديو بارطاجيوها، واذا ما عجبتكمش قولوها لي واعطيوني رايكم في التعليقات. فوالا مالا هكذا البنات، نخليكم على الصورة، ونتمنى نكون وفقت في إجابة على التساؤلات تاعكم. ومع ذلك إذا كان عندكم أي استفسار واحد آخر اكتبوا لي في التعليقات وراني رايحة نجاوبكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.